قوة كبيرة للدفاع عن المظلومين على المستوى العالم كله. طبعا نتحدث عن تركيا جديدة في مؤسساتها الجديدة. كما تعرفون ستكون هناك تغييرات جذرية فيما يخص بعض الكثير من المؤسسات الحكومية. الآن حاليا موجود 26 من وزراء من الوزارة، ولكن الآن النظام الجديد ستكون 16. يعني كثير من التغييرات سنشاهدها فيما يخص على مستوى داخلي وعلى مستوى خارجي. كما قلت بالاختصار نستطيع أن نقول اليوم الشعب قرر أن ننتقل إلى تركيا الجديدة في كل جوانبها. أشير هنا إلى السادة المشاهدين الكرام بأن موكب الرئيس رجب طيب أردوغان يقترب من مقر العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة، ذلك لإلقاء كلمة الشرفة من أمام هذه الجماهير المحتشدة والتي تنتظر في هذه اللحظات في هذا العرس الذي تكلل بانتصار وتكلل بنجاح الرئيس رجب طيب أردوغان لوصوله إلى النسبة التي تمكنه من رئاسة تركيا لولاية أولى جديدة في ظل نظام حكم رئاسي. أترككم مع هذه الصور. Milletimizin hizmetkarı geliyor. Ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Ezilenlerin gür sesidir. Ezilenlerin gür sesidir o. İşte cesur yürekli lider. İşte Anadolu'nun yiğit evladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. يصل السادة المشاهدون الكرام إلى الشرفة الرئيس رجب طيب أردوغان ويحيي هذه الجماهير التي احتشدت وتنتظره بفارغ الصبر تعبيرا منها على هذا الانتصار، على هذا العرس الديمقراطي الذي تخلل من خلال إرادة الشعب التركي عبر صناديق الاقتراع، عبر سباق الانتخابات الرئاسية. ها هو السيد الرئيس رجب طيب أردوغان برفقة السيدة أمينة أردوغان يحيي الجماهير المحتشدة في العاصمة التركية أنقرة من أمام مقر حزب العدالة والتنمية. لحظات إذن تفصلنا عن خطاب الشرفة على البروتوكول التركي التي كانت دائما حاضرة مثل هكذا بروتوكولات للرئيس رجب طيب أردوغان يسميه حديث النصر. لحظات الآن وسيبدأ الرئيس بالحديث. أترككم مع حديث الرئيس. أيها الشعب العزيز الحبيب، ekranları başında جميع مشاهدين قنوات التلفزة، شعبي العزيز، sevgili Ankaralılar، أيها الأهالي الأحباء في العاصمة أنقرة، أخواتي إخوتي الأعزاء، أحييكم بأجمل وأحر التحيات. hiç endişeniz olmasın. لا تقلقوا، خلال جميع خططنا الخمسية لم ولن نركع أمام أي قوة بشرية في العالم. إننا ركعنا ونركع لله سبحانه وتعالى في فريضة الصلاة. مرة أخرى أسأل الله أن تكون هذه الانتخابات وسيلة خير وسلام تعم على هذه الدولة أرضا وشعبا، وأحييكم بأجمل وأحر التحيات. هل أنتم جاهزون ومستعدون؟ الاستمرارية والديمومة لهذه المسيرة دون توقف.
أترككم بأمان الله وأسأل الله التوفيق والنجاح لنا ولكم. Evet, ışıkları yakıyoruz. Tüm ışıkları yakıyoruz. Teşekkürler Sayın Başkan. Teşekkürler Türkiye. Ezilenlerin gür sesidir o. Yakın ışıkları. Dünyanın gür sesidir. Tarihi gün bugün. Göründüğü gibi olan gücünü İşte. مفتوح صوت تمام. صوت تمام. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizleri selamlıyor. Ezilenlerin gür sesidir. نعم. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler Türkiye. إذا كان هذا خطاب الشرفة للسيد الرئيس رجب طيب أردوغان، خاطب فيه الجماهير التي أتت محتشدة لمقابلته وللاستماع إلى كلمته، والتي حي فيها الشعب التركي مبتدئا أن تركيا لن تركع إلا لله سبحانه وتعالى. وقال في كلمته أن الشعب اختار والشعب انتصر، وهي نسبة مشاركة كبيرة حي فيها الشعب التركي بهذه النسبة، والتي تدل على نضج الديمقراطية لدى الشعب التركي. حي كذلك الذين تصدوا للانقلابيين بصدور عارية. حي جميع أطياف وشرائح الشعب التركي. حي جميع الناخبين